السلام عليكم. وصفتنا النهاردة من الوصفات اللي بحبها قوي. هنعمل حمام كداب أو وراك محشية بطريقة مفيش أسهل منها، من غير ورق فويل ومن غير سلق. أي حد مبتدئ ممكن يعملها، سهلة جدا والنتيجة حكاية. إذا كنتم لسه مشتركتوش في القناة بتمنى ان انتوا تشتركوا. يلا نبدأ مع بعض. بصلة كبيرة مفرومة بصفيها كويس، أنا عايزة المية بتاعت البصل، وعصير طماطم فريش. كل المكونات هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف وبكميات. اذا ما كانش عندك نوع او اتنين من البهارات دي استغني عنهم. فلفل اسود، توم وبصل، بابريكا، كاري، كمون وكزبرة وملح حسب الذوق. بقلب كل البهارات مع السوائل. معايا وراك مخلية. اهم حاجة وانتي بتجيبي الوراك يكون فيها جلد كتير عشان تعرفي تحشيها وتلفيها كويس. بتبل الوراك في التتبيلة واسيبها ساعة. طاسة على النار، ولما تسخن بضيف عليها المادة الدهنية واضيف البصل. ممكن في الوقت ده بتضيفي الكبد والقوانص، بتكون متقطعة صغير. انا ما حطتش. ولما البصلة دبلت نزلت عليهم بنص كوباية رز غسلاها ومصفيها كويس، بحمصها شوية وازود عليها ملح ومية يدوب تكون مغطية الرز. بغطيه لحد ما يتشرب ويستوي نص سوا. معايا طماطم وبصل وفلفل مقطعهم طرنشات. الصينية اللي انا هسوي فيها حطيت فيها جزء من البصل وزودت عليه رشة ملح ورشة فلفل اسود وعملت لهم مساج مع بعض. رصيت عليهم باقي البصل والطماطم. نيجي لحشي الوراك. بفرد الورك وبحط فيه كمية من الرز مزودش، والف الورك كويس. سهلة قوي، اهم حاجة انك تقفلي على الرز وتدبسيه باعواد اسنان. قفليه من كل مكان ممكن يطلع منه الرز. بفرد الورك كويس وبحط كمية من الرز مزودش وبلفه. الجلد بيساعدني ان انا بلفه واقفله كويس وادبسه من اي مكان ممكن يطلع منه الرز. بدبسه كويس. خدعتني الحتة دي بس برضو هدبسها. بنضفه كده خلاص. بزود عليها الفلفل والمية اللي نزلت من التتبيلة بتاعة الوراك، بزود عليها نص كوباية مية وبحطها على الوراك. بغطيه بورق فويل. ممكن تسويها في الفرن بتاخد ساعتين، او ممكن تسويها على عين البوتاجاز على نار عالية لحد ما الصينية تسخن. وبعد كده بتهدي النار على الاخر لحد ما وبتسويها على نار هادية. بتاخد ساعة. بديها مسحة من السوائل اللي نزلت منها، وزي ما انت شايفة مفكتش خالص ولا فضت الرز. بدخلها الفرن بتاخد تحميرة وبتتقدم بألف هنا. الريحة جامدة والطعم حاجة تانية خالص. بتمنى ان انتوا تجربوها وتقولولي رأيكم ايه. اشوفكم على خير ان شاء الله قريب، وباي باي.